بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم البنات في قناه وصفات ام لينا اللي عندها نص صدر تاع الدجاج. تجي معنا راح نحضروا واحد الطبق بزاف بنين بحجم عائلي بواحد لاصوص رائعه جدا. كما قلت لكم غير بنص صدر تاع الدجاج راح تحضروا هذا الطبق الشهي. صدقوني وصفة وبنة عالمية في هذا الطبق، راقي بريستيج، يجي من أروع ما يكون، يعني من أروع الأطباق اللي ممكن تحضروها. وإذا جربتوه صدقوني راح يعجبكم كامل بإذن الله. المقادير تاعو سهلة جدا، كما راكم تشوفوا في الصورة. فقط نص سطر تاع الدجاج ومقادير قليلة، شوية بطاطا وشوية تاع زيتون، وانتم حضرتوا هذا الطبق الرائع. مرحبا بكم في قناة وصفات أم لينا. اول حاجه عندي كما قلت لكم نص صدر تاع الدجاج. اذا شريتوا سكالوب مقطع شرائح ديروا الطريقه مباشره. اذا عندكم نص صدر تاع الدجاج قطعوه على شكل شرائح وحاولوا تخبطوه بهذه الاداه. اللي ما عندهاش هذه الاداه تقدر تجيب حجره عادي تغسلها وتخبط بها هكذا. لهنا خبطوه به يولي رقيق، ويولي الحجم نتاعو نتحكموا فيه كما نحبوا، يعني يولي شويه كبير. شوفوا هنا كيفاه ولا السكالوب تاعي كيفاه رجع. هنا كامل الصدر تاع الدجاج او نص الصدر تاع الدجاج كما قلت لكم نديروه بنفس الطريقه، ديروه على شكل شرائح يكونوا رقيق بزاف. شوفوا هنا كي راني نخبط فيه كيفاه يولي كبير ويولي رقيق، لانه من بعد راح نديروه على شكل سكالوب رولي. باه ديروه على شكل مربع حاولوا تثنيوا هذوك الجناب فقط، وزيدوا عادوا اخبطوه شويه فقط، وراح تتحصلوا على الشكل اللي تحبوا يعني تتحصلوا عليه. شوفوا هنا كيف تحصلت عليه. من الاحسن ديروه على شكل مربعات او مستطيلات باه يجيكم العمليه سهله كي تكونوا تروليو فيه. هنا بعد ما درتهم كامل ديروا له الملح. اذا ما درتوش بعد ما تشوفوا كيما تشوفوا معايا انا دوكا ندير له الملح. هنا من الاحسن اول حاجه ديروا له كامل الملح وبعدها شكلوه. ديروا له الملح من الجهتين، تقدروا ديروا له شويه ثاني فلفل اسود. هنا عندي فرماج، استعملوا الجبن الطاري، انا استعملت هذا تاع وليد. ديروا كميه قليله يعني ما تكثروش بزاف، شويه فقط في الجنب بهذا الشكل. انا ما حبيتش نسرع لكم الفيديو يعني باه تفهموا الطريقه مليح. عندي شويه كزبر اخضر، ضيفوه يعني على كامل الوجه تاع الدجاج تاعنا. ورايحه نبدا الرولي في السكالوب تاعي. هنا اول حاجه حاولوا شويه برك تسكروا هذوك الاطراف وبعدها روليو. كي تروليو في نفس الوقت راكم تطلعوه في الجناب هكذا، يعني من بعد ما يذوبش معاكم الفرماج كي تكونوا تقليو فيهم. شوفوا هنا الطريقه سهله جدا. حاولوا تدخلوا هذوك الجناب مليح مليح لداخل، وكملوا كل الكميه بنفس الطريقه. ديروا الفرماج وديروا شويه كزبر اخضر. تقدروا ثاني ديروا كميه قليله من الفيونداشي اذا عندكم الفيونداشي، وتروليوه هكذا باه يجي محشي بالفيونداشي ثاني يجي شكله مليح. انا هنا هذه نسيت ما درتلاش ملح، على هذه قلت لكم من الاحسن ديروا له كامل الملح وبعدها ابداو تشكلوا فيه. كما شفتوا معايا كملتوا كامل ونروحوا للاصوص البنينه تاعي. هذاك العظم اللي نحيته من نص صدر تاع الدجاج ضفت له شويه نتاع زيت وشويه نتاع ملح وخلوه يتقلى. كي يبدا يتقلى خلوه هنا يتقلى مليح مليح باه يطيب معاكم. ضفت له شويه ثوم، حوالي مغرفه صغيره او نص مغرفه صغيره تاع ثوم، وخلوا هذه المكونات يتقليو مع بعضهم مليح مليح على نار تكون يعني متوسطه. بعد ما يتقلاو مليح راح نضيف لهم الزيتون مديت لكم الطريقه في الفيديو اللي فات تاع الكروكي المالح. مديت لكم يعني الطريقه كيفاه تخلصوا من المروريه نتاعو. هنا قطعته على شكل شرائح وضفتو. زيدوا قليو الزيتون هذاك مع الدجاج مليح، وضيفوا حوالي نص كاس نتاع ماء وخلوه يغلي حوالي 2 دقائق فقط، ما يحتاجش يغلي بزاف. بهذا الشكل خلوه يغلي كما قلت لكم. بعد ما غلى لي حوالي 2 دقائق تبقى فيه شويه من هذيك لاصوص. عندي الكريمه السائله، ضيفوا له كميه من الكريمه السائله.
يعني كاين شحال من قناة، اللي ما عندهاش كريمة سائلة كاين شحال من قناة دارت الطريقة كيف يحضروا الكريمة السائلة، تقدروا تحضروها يعني في المنزل. وضفت لها مغرفة كبيرة جبن، استعملت كما قلت لكم نتاع وليد، وحاولت نذوب هذاك الفرماج. خلطوا مليح مليح هذا المكونات حتى يذوب لكم الفرماج. ضيفوا شوية فقط نتاع الكركم وخلطوهم مليح مليح. هنا بعد ما ذاب الفرماج خلوها تغلي شويه فقط، يعني خلوا فيها لاصوص. وكما قلت لكم هذه لاصوص بالذات من الاحسن خلوها اخر حاجه وديروها، يعني حتى تكونوا قريب تقدموا الطبق تاعكم وحضروها. هي توجد بسرعه. هنا بعد ما غليت معايا ضفت لها شويه كزبر اخضر. كما قلت لكم يعني هي توجد بسرعه، باه ما تنشفش معكم فقط. على هذه خلوها هي اخر شيء. اذا لقيتوها يعني طيبتوها وبردت ولقيتوها نشفت شويه، تقدروا تضيفوا لها كميه قليله من الحليب حتى تحصلوا على القوام المطلوب. خلطوا وخلوها تطلق روحها مليح. عندي هنا هذا الدجاج تاعي فوتو في الفارينه. راح نفوتو كامل في الفارينه بهذا الشكل. خاصة الجناب حاولوا تفوتوه من مليح، هكذا باه تضمنوا انه في القلي ما يخرجش معكم الفرماج في الزيت. بعدها عندي بيضة خفقتها، نفوت فيها هذاك الدجاج ونزيد نفوتو في الخبز المرحي. اللي تجرب الوصفة ما تنساش تبعث لي تطبيقها في الفايبر، راني نخليكم رقم الفايبر هنا على الشاشة. ابعثوا لي اي تطبيقاتكم الوصفات اوملينا. هنا كما شفتوا بعد ما فوتها في الخبز المرحي، اتاكدوا فقط انه الجناب هذو كامل فيهم البيض وفيهم الخبز المرحي. يعني هذه ملاحظه بها كما قلت لكم، بها الفرماج ما يخرجش معكم كي تكونوا تقلوا فيهم. هنا نحاول نعدلها مليح ونمد لها الشكل ونكمل كل الكميه بنفس الطريقه. وهنا من الأحسن يعني حضروهم قبل وخلوهم يرتاحوا. أنا كي كملتهم رميتهم في الخبز، دخلتهم للثلاجة، ماهيش المجمد للثلاجة، وخليتهم يرتاحوا حوالي ساعة. يعني تقدروا تقلوهم مباشرة، ولكن أنا كان عندي الوقت على هذه خليتهم يرتاحوا. بعد حوالي ساعة أو ساعة ونص جبت الزيت، خلوه يسخن مليح مليح، وحطوا فيه هذاك الدجاج تاعكم، ومرة على مرة قلبوه حتى تشوفوه تحمر من التحت، وقلبوه على الجهة الثانية. النار بعد ما تحطوا الدجاج نقصوا لها باه يطيب لكم كامل الداخل، باه يطيب لكم مليح وما يتحركش فقط على الوجه ويبقى الداخل ماهوش طايب. انا نقصت النار وطيبته مليح مليح. بعد ما تحمر لي مليح نحيته وقطعته على شكل شرائح. هذه الخطوه يعني فتها لانه كامل تعرفوا تقطعوه، درته على شكل شرائح. وقليت البطاطا عادي بالملح وشكلت بهم هذا الطبق الرائع. درت له شويه من هذيك لاصوص تاع الزيتون اللي درناها. جا صدقوني طبق بزاف بنين. ننصحكم هذا الطبق بالذات تجربوه وما تعطيوش الوصفه، راح تعجبكم باذن الله ويعجبكم بزاف، انا متاكده من مصداقيه الوصفه. نشكركم كامل على المشاهده، وما تنساوش تبعثوا لي تطبيقاتكم في الفايبر، راني خليت لكم الرقم. وما تنساونيش فقط بالجيم والتعليق، ونتلاقاو في وصفات قادمه إن شاء الله.